مرة أخرى نعود، وكان موضوعنا موضوع الفرصة الثانية، ومنى كان عندها سؤال. سؤالي الدكتورة عواطف أقول لحضراتكم انتوا الاثنين وممكن نتداخل مع بعض كده بشكل جميل. يعني هل الفرصة بتأتي لوحدها ولا احنا ممكن نصنعها؟ لا طبعا، يعني لازم نصنعها. نمبر 1 بان احنا نواجه المشكلة، نعرف أخطائنا ايه، سواء اخطائنا احنا شخصيا او اخطاء الطرف الثاني اللي تسبب فيها. ندرسها كويس قوي، ان يبقى عندنا اصرار من جوانا ان احنا نتغلب على هذه الاخطاء وما نكررهاش مره تانية لو احنا اتحطينا في نفس الموقف للاختيار. وبلس ان احنا يبقى عندنا حسن ظن بربنا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، فلو خيرا فله الخير ولو شرا فله الشر. يعني نحسن الظن بالله ونكون عندنا الاصرار ونعمل عمل صادق بحيث ان احنا نتجاوز، لكن ما نستسلمش. لو استسلمنا سلسله من الفشل وسلسله من الاخفاقات هتستمر طول الوقت. لازم نتعلم ازاي من ما التجربه. نستسلمش؟ بقيه السؤال لحضرتك هو طبعا الجانب الايماني اللي قالت عليه الدكتوره جانب بينور القلب، ولما الانسان يبقى قلبه منور ربنا سبحانه وتعالى هيديله قدره كامنه. كل انسان عنده الطاقه الايجابيه اللي عنده ده بيطلعها في احسن مناطق هو عايز ان هو يبرز امكانياته فيها. فيبدا الطاقه دي بتيجي منين؟ بتيجي من الايمان طبعا الداخلي زي ما الدكتوره قالت، وتيجي من المهارات المفيده، المهارات اللي عنده، اللي هو الواحد يبقى عنده مهارات كتيره قوي، ينميها زي ما ديدا قالت ما كنتش اعرف فرنساوي خالص. عشان مدام فريده قالت يبقى التجربه الثانيه بالنسبه لها زي التجربه الاولى والثالثه والرابعه واقوى من التجربه. على فكره مش معناها ان انا ابقى تجربه ثانيه ان هي اقل من التجربه الاولى اطلاقا. ده التجربه الثانيه ممكن تكون اعلى، ممكن التجربه الرابعه تبقى اعلى. مش الترتيب اللي بيحدد، لا هو مدى نجاحي انا بيحدد قد ايه. يبقى انا بنجح على ايه ومستحيل. هل انت محتاج تشوف نفسك يعني في عينين نفسك انا كويس، انا مش زي ما الناس شايفينك؟ يعني انت محتاج تشوف نفسك عشان تنجح ويبقى عندك طموح. طبعا انت لو مش شايفه نفسك ما حدش هيشوفك، لان كل انسان من جواه حاسس عارف امكانياته ايه وعارف هو قوي فيه. لازم عنده ثقه في نفسه، مهمه قوي الثقه في النفس، وبيحترم امكانياته. بيحترم امكانياته على فكره. ودي مش يقول لك ايه ده مغرور، ده واثق من نفسه زياده عن اللزوم، لا هو في شعر ما بين الثقه والغرور، بس لازم الانسان يبقى عارف امكانياته كويس قوي، وانه هو بياخد القرار ده واخده بناء على معلومات مهمه جدا، انه هو قادر ان هو يعمل ده كويس قوي، وعنده مرونه فكريه، هقدر اختار من البدائل. وعندي دايما انا بقول ممكن انت تطرح احسن البدائل للخيارات، يعني اختيارات عندك متعدده، فمش هي فرصه، يعني مش بالضروره ابقى انا لجأت لفرصه ثانيه انا انسان ضعيف. بالعكس الانسان قوي جدا، قدرت اتجاوز فرصه كانت معايا وضاعت مني، وممكن يكتشف في نفسه الامكانيات دي وقت المشكله على فكره، يستدعيها في وقت الشده بقى في وقت المشكله، بدل ما تكسره. يعني ممكن حد يبقى عنده امكانيات عاليه جدا بس في حاله كمون ما استدعاش بس ما استفادش منها. مع التجربه بقى بيحس بالنضج، بيستدعي الامكانيات دي وبينميها. انا عشان استفيد من التجربه الفشل انا ممكن اكون بعدي منها، ببقى انا محتاجه ان انا افصصها عشان اعرف اخد منها ايه وابعد عنها ايه واستفيد منها بايه. افصص ازاي تجربتي الفاشله ليا لشخصي من غير ما اضحك فيه على نفسي؟ انت اكتر حد اونست معاكي نفسك، يعني كوني صريحه مع نفسك، انت مش بتتكلمي الاخرين، اقعدي بصراحه شديده واجهي نفسك باخطائك انت اولا قبل اخطاء الاخرين. يعني مثلا او مش لازم ورقه وقلم، مش لازم ورقه وقلم. انت مثلا انت بتتكلمي عن تجربتك الشخصيه في الانفصال. ممكن اي واحده تقعد تقول ده هو الزوج هو السبب، ده انسان مش كويس، ده هو اللي كان سبب في الفشل، ده هو كان مش لا، واجهي نفسك ولو انت كنت سبب بنسبه 10% ان انت اللي كنتي مخطئه. والاخطاء دي ممكن تتلاشيها ازاي؟ مش عشان تصلحي بينك وبينه لان دي تجربه وانتهت، ان انت عشان لما تبداي تجربه جديده تتلافيها، تقومي ناجحه، تبقي ناجحه، مش تكرري الخطا والفشل مره ثانيه. اذا انا محتاجه عشان التجربه اي نوع من التجربه واجهي نفسك بصراحه شديده باخطائك اولا قبل اخطاء الاخرين. يعني شخص الاسباب اللي انت تسببتي فيها اولا عن الاسباب اللي تسببوا فيها الاخرين. شخص عاند تتجنب. ما حدش بيعترف ان انا بصراحه ما تقولش ان انا عنيده، لكن لا في وقت المشكله تقول لا ده انا كنت عنيده فعلا والناس كان عندها حق. الكيس من ده بالظبط. خدت الموضوع كان صغير قوي وانا اللي كبرت، انا اللي كبرت وانا اللي عملت من حاجات صغيره ملهاش لازمه. انا ينفع احط تارجت؟ يعني انا بعد في المرحله الاولانيه قررت لا فشل بعد الان. بالظبط. انا عايزه اقول لك في حاجه مهمه قوي برضه وانت بتستعرضي الاخطاء، استعرضي الايجابيات بقى. طب انا فشلت في التجربه دي، هل كانت كومبليتلي سلبيات كومبليتلي خطا؟ لا، كان فيها ايجابيات برضه.
لازم الاعتراف بالايجابيات في اي تجربه فاشله. ان انا احط بعد وتحطي تارجت وتشتغلي عليه. ايوه هو ده بقى اللي هيخليكي في امل في بكره. كل يوم وانت بتنامي على المخده ده في بكره جاي بامل جديد بفكره وان انا اقدر وتقدري وهتشتغلي عليه. ومش لازم الفرصه الثانيه دي تكون في نفس الكارير زي ما قلتي برضه. يعني مش لازم فشلت الجواز تبقى فرصه جواز، فرصه عمل، فرصه صديق مخلص ياخد بايدك ويساعدك، مشروع ابواب فتحها لك ربنا من حيث لا تحتسبي. انا عايزه اقول لك يعني الامام الشافعي لما قال في طيات المحن توجد المنح، كاتب انجليزي اسمه ستيف تشندلر قال كل مشكله معاها هديه. قال لك بدل ما تقعد تفكر في السلبيات تفكر في الهديه وفي المنحه، في الهديه وفي المنحه، ما تفكرش في ايه الاخطاء وايه المشكله عشان التفكير السلبي ما يعشش في دماغك طول سلبيات. هيخليك طول الوقت تبقى في سلسله من الفشل. وكمان ان امرك يعني امر المسلم عجيب في الامر المؤمن كله خير، فان اصابه ضراء شكر. وبعدين ده تاكيد الهي يا جماعه، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر، ربنا كررها مرتين. يعني كل فشل لازم بعديه نجاح ولازم بعديه يجي بعد بالظبط كده من حتتين، لان ربنا اكدها مرتين. معانا مكالمه تليفون من السعوديه، معانا عبد الله. اهلا بيك عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا استاذه فريده. اهلا بيك، ازيك؟ تحياتي للاستاذه مفيده والاستاذه منى والضيوف الموجودين عندك. الله يخليك، اهلا بيك. ايه رايك في الفرصه الثانيه؟ ذكرت يا استاذه فريده انت في بدايه الحلقه عن الكوادر المصريه زي الدكتور مجدي يعقوب وغيرهم. كمان ما ننسى حاجه واحده، الكوادر المراه المصريه. أنا عاوز أقول حاجة في موضوع المرأة المصرية، المرأة الطيبة، المرأة القوية اللي شاركت في استفتاء الدستور ووقفت وقت الثورة وقالت نعم للحق ولا للباطل. المرأة المصرية قالت يا أستاذة فريدة، قالت كلمة حق. ما ننساش كمان أن المرأة المصرية فيها الدكتورة والمحامية والمعلمة اللي نشوفهم في مصر وفي كل الدول العربية بصراحة، لأنه لازم نقول كلمة حق. ساعدت في نهضة التعليم والطب. وانا احب اقول كلمه حق بصراحه عبر قناتكم المميزه دي، قناه الCBC، انه مصر صراحه قادمه ايام حلوه وايام كلها خير وبركه ان شاء الله. لانه صراحه الشعب المصري شعب طيب، شعب كريم، وانا والله عايش بمصر هنا وعايش بينهم وغمروني والله بحبهم وكرامهم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عبد الله. طبعا وانا برضو اسمح لي من خلال حضرتك ان انا احيي المراه السعوديه اللي مقرره انها تنزل تسوق واللي مصممه على السواقه. معلش طبعا انا عارفه ان انتوا عندكم بعض التجاوز، بس انا اتمنى فعلا ان يتحقق اللي هي عايزاه. احنا بنشكرك استاذ عبد الله انه يعني ده بفضل الله المراه المصريه ومصر دايما زي ما حضرتك بتقول عظيمه، وبنشكرك يعني نشكر السعوديه يعني شعبا وحكومه على وقوفها مع مصر. بنشكرك جدا يا فندم. والمراه السعوديه في كل المجالات، هي عندها في التعليم في مدرسه، عندها في البنوك، فهتلاقيها جامدين يعني ومتعلمات جامد جدا، وصلوا لاعلى المراتب في التعليم. ما استسلموش للفرصه اللي قدامهم ودوروا على وتأييد المجتمع ليهم برضو. خلي بالك. ناخد مكالمة تليفون تاني. ناهد. استاذة ناهد، مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذة فريدة، وازيك يا منى، وكلكم بصراحة انا بحبكم جدا. حبيبي الله ربنا يكرمك. الله يخليك. انا فرحانة قوي بموضوع الحلقة اللي هو الفرصة الثانية. الست المصرية فعلا لو فشلت في حاجة بتدور انها تنجح في حاجة ثانية وثالثه كمان. فانا بس برجو من المجتمع انه مش حكايه انه يساعدها، بلاش نهدها. يعني نخلي الست الاكتف دي اللي عايزه اللي فشلت في جوازها ممكن تنجح في تربيه ولادها، فنسقف لها وندعمها ونحترمها. وممكن تنجح في اكتر من مجال، ممكن تنجح في اكتر من مجال في وقت واحد. طبعا انا شخصيا مسار حياتي كان كده. انا يعني انا بعتبر نفسي ما نجتش ان انا اكون زوجه واولادي كانوا صغيرين، فعقدت نفسي ان انا ما اخترتش صح، وقعدت اربي ولادي النهارده شباب كبار ما شاء الله. فالمفروض ان المجتمع يدعمك، يحترمك، على الاقل يحترم المجهود اللي انت بتعمليه، ان انت عايزه تطلعي ناس اكفاء. وفعلا الحمد لله انا عندي بنتي بدفعها انها تكمل دراساتها العليا، وما شاء الله هي متفوقه في شغلها، وما شاء الله بيتعرض عليها اشغال كتير وهي اللي بتختار. فاهماني؟ بنحييكي مدام ناهد والله. تبني شخصيه الانسان المصري. فاهماني؟ وسمعنا كلام سياده الفريق السيسي لما قال لنا انزلوا انتوا وولادكم. فعلا انا نزلت انتوا وولادكم بناء عن كلمه قالها المشير، لان هو ده الصح. بنشكرك يا مدام ناهد. شكرا. احنا هنقول انه اللي عندها فرصه تانية
وما اتعلمتش واخطأت نفس الخطأ الاولاني، هل ده بيكون ضعف في الشخصية ولا اهتزاز عندها ولا عدم ثقة في نفسها وعدم ثقة في الله؟ ليه ما بتتعلمش؟ ليه او ما عندهاش فرص يا فريدة، او ممكن ما يكون لهاش فرصة، او ليه هي رابطة دماغها بفكر معين، ربطت التجربة بالجواز بانه هي لازم تتجوز جوازة تانية وتبقى ناجحة في الجوازة التانية. طب ليه ما يكونش في التعليم؟ ليه ما يكونش في العمل؟ ليه ما يكونش في السفر؟ ده اختلاف الاستعدادات الشخصية بقى لكل واحد. يعني حد بيقدر يفكر تفكير ايجابي ويبدأ يفكر في فرص جديدة وازاي هعالج الاخطاء وازاي هعالج الفشل، وحد تاني بيستسلم وخلاص وبيربط نفسه في قالب معين. يعني انا فقدت زوج، انا عايزه الزوج اللي احسن منه، انا فقدت وظيفه، انا عايزه اللي احسن منها، وما بتجيش الفرص بالشكل ده ابدا. يعني عمرها فبيبقى هو كومباينيشن من يعني عدم اليقين الكامل بالله وحسن الظن بالله، وضعف الى حد ما في الشخصيه، وضيق في الافق، وتفكير سلبي، وساعات تجيلك فرصه اقل من الاولى، فناس تقول لك ايه يعني اعمل، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، يعني ما تكرهوا شيئا هو خير لكم. بالظبط، صحيح، ما تقفش لحد كده. بالظبط. تمام. طب دكتور انا عايزه اعرف برضو تعليقك على سؤال مدام فريده بالنسبه ان في ناس بياخدوا زي ما بيقولوا طالما باظت في فرصه يبقى ما هو ده طبعا احنا قلنا انه التجربه الثانيه انت قلتي مثلا في الجواز وحصل فشل. طيب انت ممكن تنجحي برضو في نفس التجربه في الجواز في زواجه ثانيه، وممكن تنجحي ان انت حطيتي بديل في عمل عشان توصلي للمردود النفسي. اهم حاجه يبقى عندك لياقه ذهنيه. ايه اللياقه الذهنيه؟ لما تيجي تفكري في شيء تفكري في الشيء في كذا حاجه في وقت واحد، ان ده مش نهايه المطاف، ان انا ما كنتش انا هلاقي الراجل ده، او ان انا هلاقي الوظيفه دي، او ان انا اعمل ده. يعني هي شافت نجاحها في تربيه ولادها ونجحوا، الست اللي اتكلمت خلاص هي نجاحها المين الهدف بتاعها ايه. ما انا بقول ما احنا لازم قلنا وضوح التجربه زي تحديد المسار هيديني اختيار موفق. الهدف بتاعي انت حطيتي هدف واشتغلتي عليه، شفتي مثلا لا ده انا هقص، هغير شكلي، هعمل لوك جديد، هتكلم في موضوعات جديده، هغير من برامج منوعات لبرامج اجتماعيه. دي فرصه، انا بعتبر دي فرصه ثانيه. يمكن لو كانت كملت في الفرصه الاولى علشان خوفا من الثانيه كانت الولاد مثلا ما طلعوش بالتعليم ده او بالنجاح ده. مدام فريده عملت حاجه هايله جدا، كانت بتذاكر مع بنتها، قربوا مع بعض، حصل احساس امان ودفء بينهم وبين مشاعرهم، ربت عندهم احاسيس والمشاعر بقت بتاخد منها وتعلمت منها. ساعات في الفرصه الثالثه يعني انا هقول لحضرتك حاجه دكتور برضو انا عايزه افهمها. اتفضل. لما في الفرصه الثالثه وهي فرصه نقلت ما بين برنامج منوعات وبرنامج اجتماعي زي كده، لان ده طبعا حمله اتقل من برنامج المنوعات. طبعا. انا في الفتره دي كنت خايفه جدا، وكنت اوشكت ان انا لا اهرب من الفرصه الثالثه او من الفرصه بتاعت تقديم برنامج منوعات. لكن في اوقات كتيره جدا لما بتيجي تاخد الفرصه الثالثه او فرصه ثانيه في حياتك، لازم يبقى في شخصيات تمد ايديها وهي فاهماك كويس جدا. مش كل الناس بيبقوا كده. يعني انا اصحاب الخبره اللي بيدفعوني علشان انا اتنقل من منوعات لبرنامج اجتماعي، لقيت رئيس التحرير موجوده حافظت على التلقائيه، بس في نفس الوقت اهدي هنا، ظبطي هنا، خشي هنا، اتكلمي عن هنا. هل الناس دول لو ما ظهروش في حياه البني ادم بتبقى مشكله؟ ما ربنا انا بسميهم اصحاب انا بسميهم اصحاب الايادي البيضاء الذين يرسموا افكار في عقولنا ويختفوا احيانا ويدونا حاجات حلوه قوي كتير في حياتنا. في ناس كده تلاقيهم في حياتك يدوكي بصمات وممكن ما يكونوش قريبين منك قوي كتير، ويساهموا في بس ربنا سبحانه وتعالى ويساهموا في ان هم يحولوا ده. بس في حاجه برضو مهمه، انت تحولتي وانت خايفه، عندك دافع للنجاح. فالخوف ده يعني الخوف ده الهدف مع عمل مع اشتغلتي عليه، رحتي ذاكرتي المنطقه دي، شفتي مثلا برامج لاوبرا، شفتي حاجات بتتقدم ازاي، شفتي بره بيناقشوا. اذا الخوف ده كان رغبه في نجاح اخر. انا بسميه الخوف اول علامات النجاح. خوف ورجاء. لا بس انا عايزه التغلب على الضعف. الفاصل نتكلم التغلب على الضعف. الناس دي ربنا مش هيسخرها لك، ولا الفرص هتجيلك وانت ضعيفه ومتقوقعه على نفسك. لا ده انت المفروض انت اللي تبداي تتغلبي على ضعفك. الله لا يحب عبده الضعيف ولكن بيحب عبده القوي. جاست ان انت خلاص بداتي تفكري ايجابيا، ربنا بيفتح لك بقى الابواب، بيسخر لك الناس اللي تساعدك. دي حاجه بسيطه مدام فريده، لما بنت حضرتك تطلب منك طلب او مدام مفيده او حضرتك اي طلب بتطلب مش بيجاب وبتعملي على اكمل وجه، عايزه ماما عايزين نعمل طيب لما نفسك تطلب منك طلب، لما تشتغلي عند نفسك. انا دايما بقول اي مثلا يعني حد عنده مشكله اقول له ما تشتغل خدامه عند نفسك،
تقولي اولا انا عايز تشتغلي خدامه، تقولي انا هشتغل خدامه، لا يا هانم اشتغلي خدامه عند نفسك. ارتقي يعني، اقعدي حاوريها ايه اللي ناقصك فيها، ابدأي سدي كل الفجوات اللي ممكن تعمل سلبيات في حياتك، تجاوزي اي شيء سلبي في حياتك، تجاوزي الاشخاص المحبطه يعني يا مش عارف مين من الاهل، تجاوزي الخبرات الغير ساره جدا. لازم الانسان يقرب من الناس اللي تديله بوزيتيف، وزي ما قالت الطاقه الايجابيه. الطاقه الايجابيه حكايه ان احنا نشتغل على نفسنا. على فكره حب النفس مش انانيه، هي المبالغه في حب النفس هي الانانيه. حب النفس ان انت تعملي لها كل ما يجعلها جديره بالنجاح وبحب الناس ليها وفتح الابواب. الكلام ده احنا عارفين عندنا فاصل. انا هسال السؤال ده بس ممكن نجاوبه في اي وقت في خلال الحلقه. هل وانا بصارح نفسي بحاجات انا عايزاها من نفسي ممكن تخلق لي طريق لفرصه انا مش متوقعاها؟ طبعا ازاي؟ هو ده البدايه بتبقى من عندك. البدايه من عندك. نتوقف لفاصل ونعود مره اخرى.